السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، عايزين نشوف عملي الباب بيحك في الأرض. عايزين نرفع الباب ده. المسمارين دول ملهمش لازمة، أنا عايز أغطي المكنة كده. الباب إن المفروض إن هو بيحك في الأرض. أنا رفعت شوية. دي المسامير أنا بصورها لك، وهي يعني هي المكنة حالتها كده، يعني مش أنا اللي عامل فيها كده، بس يعني إيه، ده مفك عادة وممكن يشتغل صليبي في بعض الأحيان، احنا على حسب نوع المكنة يعني. بربط العزم بيبقى شديد جدا. بربط الناحية التانية، بمعنى ايه العزم شديد؟ يعني اللي انت مش بتربط كده تربط، لا انا بربط بقوة جامدة، يعني بربط بقوتي كلها. خد بالك الموضوع مش سهل، يعني مش اللي انت هتعمل كده هيتربط. وبهوي المسمارين دول او بفكهم بحيث ان هو ايه، المسمارين دول بهويهم، دول مالهمش لازمة، انما هم دول اللي ليهم لازمة. انا اقصد مالهمش لازمة في الرفع، يعني هم ليهم لازمة في الاتزان، يخلي المكنة متزنة، بس مالهمش لازمة في الرفع، عشان ما تفهمش الكلام بس. تمام. انا برفع من هنا شوية ومن هنا شوية. لو انا معايا حد زميل ليا بيبقوا معانا مفكين وبنرفع قصاد بعض، انما انا عشان شغال لوحدي او بشرح لوحدي بص المسمار التاني عادي، فبشتغل من هنا شويه من هنا شويه. دول المسمارين دول اللي هم قصادهم، اللي هم راسيين. المسامير بتاعه الرفع مسامير راسيه، العزم بتاعها جامد وساعات بتبقى بايظه. لو بايظه هنضطر ان احنا افك الباب خالص واحط حاجه تحت المكنه عليها. بس احنا الحمد لله يعني المسامير شغاله اهي، هي مش شغاله بكفاءه 100%، بس يعني انا كده تقريبا رفعت للاخر يعني. تماما بترفع. عايز بقى اوطى دي معايا، اجي بقى بالمفتاح البلدي او مفتاح 12-13 بس او ببنز، يا بنز يا اما مفتاح بلدي. انا اوريكم البنز.